بزاف ديال الصداع وبزاف ديال الغيط وبداو كيبانوا عراقيل كتار. وإلا بغيتي نجاوبك بوضوح، انفونتينو كان باغي الكوب دي موند تمشي لأمريكا مباشرة. صافي نبداو من الاخر. وبيني وبينكم هادشي كان منتظر. تفكروا معايا قطر شنو كانوا داروا لهم قبل ما ينظموا ديك كوب دو موند؟ نزلوا عليهم جميع الاتهامات الممكنه، قالوا لهم عندكم الصهد وعندكم الصحراء ما نقدروش نلعبوا كره تما، شويه قالوا لهم نتوما ماشي دوله كرويه، شويه قالوا لهم ما عندكمش بنيه تحتيه، قالوا لهم كتعطيو الرشوه، خلصتوا لفيفا باش ديروا ديك كاس العالم، شويه وما يقولوا لهم كتقتلوا وكتستغلوا دوك العمال اللي كتجيبوا من نيبال والبنغلاديش وباكستان والهند، وتقاتلوا وما سمعوش ليهم وصبروا ونظموا الكوب دو موند وسمتوا العديان. قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المبررات المقدمة لمقاطعة مونديال قطر لا تستند إلى الموضوعية، مشيرا إلى وجود كثير من النفاق في الهجمات التي تستهدف بلاده والتي تتجاهل كل الإنجازات التي حققتها. قال إن كرة القدم ملك للجميع وليست محجوزة لنادي النخب، وأن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم. دابا حنا الاخوان بدينا كنعيشوا نفس السيناريو وبداو كيضغطوا علينا من جميع الجهات، واخا حنا ثلاثه ديال الدول اللي منظمين، اسبانيا البرتغال والمغرب، الضغط والصهد جاي على المغرب بوحدو. هادشي اللي نقول لكم في هاد الفيديو ما خاصوش يخلعكم وخاصنا نتعاملوا معاه بعقلانيه. شكون هما هادو اللي كيضغطوا على المغرب وما بغاوناش ننظموا كاس العالم؟ مال السعوديه عاوتاني؟ اشنو الاتهامات اللي بداو كيتهمونا بهم وشكون هما هاد الاطراف؟ شدوا معايا الانفاس ديالكم اليوم وعلى بركه الله. انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. المملكة العربية السعودية كان عندهم ملف مشترك مع اليونان ومع مصر باش ينظموا كأس العالم 2030، وكل شيء كان كيقول هذا هو أقوى ملف وأصعب ملف اللي غادي ينافس الملف المغربي الإسباني البرتغالي، حيت السعودية ديال دابا ماشي هي ديال شحال هادي، خصوصا فاش جابوا جميع اللعابة الكبار ديال العالم، وكانوا كيسوقوا بهذا الملف أنهم كانوا غادي يمثلوا ثلاثة ديال القارات، آسيا إفريقيا وأوروبا. داز الوقت أخوتي خواتاتي وهذا الملف ويتلغى، انولا وتنفسنا وارتاحينا، حيت كانوا معاهم ثلاثه ديال الاتحادات اللي غيجروا بزاف د الاصوات، وهذا الالغاء جا من طرف واحد اللي هو السعوديه. اليونان ومصر كانوا باغيين. من المقرر مشاهدينا الإعلان عن المرشح الفائز بتنظيم كأس العالم في سبتمبر أيلول عام 2024، وطبعا تقدمت كل من السعودية مع مصر واليونان بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030. ولكن المنافسة شرسة، فهناك ملف مشترك تقدمت به أيضا إسبانيا والبرتغال والمغرب معا. على حسب الجريدة الإسبانية ماركا، وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود اتصل شخصيا بالممثلين ديال اليونان وديال مصر وقال لهم أن السعودية أوت، ما بقيناش غادي ننظموا معاكم كأس العالم، وهما اللي خرجوا. وهنا كلشي استغرب، السعودية هما اللي عندهم الرؤية 2030، هما اللي عندهم بنزيما ورونالدو ونقولوا كانطي، كيفاش غادي تراجعوا؟ وهنايا بداو تساؤلات أخرين كيطرحوا، يكمل المملكة العربية السعودية ناوية تحط ملف سولو وبوحدها، حيت كل شيء ممكن مع لافيفا، ولات هاد الفرضية مطروحة بشكل كبير. من حق السعودية أن تنسحب لأن شركائنا في تنظيم كأس العالم اليونان ومصر بكل بساطة يعانون اقتصاديا مقارنة بتحالف إسبانيا والبرتغال والمغرب، وبالتالي ستتكلف السعودية بكل شيء وسيشاركنا أولئك بالفائدة دون أن يبذلوا شيئا. المهم هاد القضية وهاد المسلسل ديال السعودية مازال ما سالاش 100%، وهو يخرج مشكل آخر للمغرب اللي هو أوكرانيا. سمعتيها أوكرانيا ديال زيلينسكي. واش في راسكم أن التنظيم ديال كأس العالم 2030 في الأول في أوروبا شكون اللي كان غينظمو؟ كانت إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا. الإخوان أوكرانيا ماشي المغرب. حنا راه يلاه دخلنا. جريدة ليكيب الفرنسية، سبحان الله فرنسية، قالوا أن أوكرانيا غادي ترجع وغادي تدخل في الملف اللي فيه المغرب وإسبانيا والبرتغال إلى الحرب سالات. هذه جريدة كبيرة في فرنسا سميتها ليكيب. شوية المغرب خرج
هو يكذب هذا الخبر، قال لهم هذيك هضره من والو. باش تفهموا الاخوان اصلا الفيفا بعدوا اوكرانيا، حنتلقاو رئيس الاتحاد الاوكراني كياخذ الرشوه. اسبانيا والبرتغال قالوا لهم بالصحه، واصلا بعاد عندهم الحرب وخاصها تبنى وروينه، وخارج هاد ليكيب باش يدقوا على المغرب قال لك احكر غادا ترجع لك الملف. تهنينا من فرنسا هما يخرجوا لينا واحد دياب، اخرين اللي عندنا معاهم صوافح واللي اتهمونا مزيان هاد العام اللي فات، وكيقولوا ان مدفوعين ومدعماهم ماما فرنسا. عرفتوهم ولا لا؟ البرلمان الاوروبي هو اللي كان كيشرشم في قطر الاخوان. بينما تتجه أنظار العالم إلى مباريات النصف نهائي في قطر التي بذلت جهودا كبيرة للرد على الانتقادات الموجهة لها في مجال حقوق الإنسان والمثليين، انفجرت فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي متعلقة بقطر، بينما رفضت الحكومة القطرية الزج باسمها في قضية رشوة، وقالوا بانهم عطاو الرشوه وانهم شراو دي زيغو ديبوتي وان قطر ما مزياناش. هذاك البرلمان الاوروبي اللي شنشط قطر جاي دابا بغي يشنشطنا، ماشي كامل ولكن بعض النواب ديالو خرجوا طوروا عرض في الملف ديال المغرب. وسبحان الله ما هضروا لا على اسبانيا لا على البرتغال، هاجموا غير المغرب. على حسب الجريده الاسبانيه الكونفيدنسيال 30 برلماني اوروبي كينتميو لخمسه ديال المجموعات البرلمانيه المختلفه صيفطوا رساله للرئيس ديال لافيفا جواني انفانتينو وجبدوا الصحراء المغربيه، وقالوا ان ما خاصهمش يتنظموا ويتلعبوا مباريات في الصحراء وباقي فيها نزاع وتشد القانون الدولي. وبداو عاوتاني كيلوحوا علينا اتهامات، وبداو عاوتاني كيبينوا البغض ديالهم على المغرب. وبيني وبينكم من الاخر بداو كيقولوا داكشي اللي اطراف اخرين مخلصينهم يقول، بداو كيعارضوا ونساو ان انفانتينو هو اول واحد فرح ورحب بالملف المغربي، واللي هو اللي كيلبس ديما التونو المغرب وكيلعب ماتشات مع فوزي القشع. Écoutez, laissez-moi tout d'abord dire comme je suis heureux d'être de retour chez moi au Maroc. C'est un magnifique pays, c'est un pays de football, c'est un pays qui a eu évidemment un succès énorme lors de la dernière Coupe du Monde, mais c'est un pays qui vit le football depuis toujours. ونساو ان الاتحاد الافريقي معانا، ونساو ان المغرب ولا قوه كرويه عالميه بغاو ولا كرهوا، ونساو ان اسبانيا والبرتغال محتاجين المغرب اكثر من المغرب محتاجهم باش يجروا الاصوات ديال الاتحاد الافريقي اللي جد مهمه. دابا هاد التشويش اخوتي خواتاتي خاص نوجدوا ليه راسنا، كان متوقع. دابا مازال 7 سنين على هاد كوب دو موند وبدا الضرب تحت السلطه. داكشي علاش الملك محمد السادس الله ينصرو عين واحد من اقوى جنود الوطن باش يسهر على هاد الملف الحيوي الوطني اللي هو جندي الخفاء فوزي القشع. وبالنية ان شاء الله نتغلبوا على هاد الاعداء ومربوح، وان شاء الله كوب دو موند 2030 هنا، وقبل منها لاكار 2025 هنايا. وكيف كيعرف الجميع فمنذ إعلان جلالة الملك نصر الله في كيغالي يوم 16 مارس عن هذا الترشيح المشترك الذي يحمل أكثر من دلالة